السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين. أنا جاي النهاردة أتكلم في موضوع مهم، هو موضوع غلاء الأسعار ورمضان داخل والناس كلها شايلة طبعا الهم. أولا أنا مش جاي أديك نصيحة خالص، لأن أنت مش محتاج نصيحة من حد، بس أنا جاي أكلم إخواتي وأبهاتي وأجدادي، يعني إحنا الاتنين من بعض. فأنا جاي أقول لك كلمتين، والله أنت عملت بيهم براحتك، ما عملتش برضه براحتك. فيا رب إن شاء الله يكون الحل بسيط وسهل وتقدر تنفذه إن شاء الله، وإن شاء الله هتنفذه لو أنت عندك الرغبة إن أنت تعدي الأزمة دي هتعديها. لو هي أنت بقالك سنتين بتنادي وتقول الأسعار غالية ومحدش مفيش أسعار بتنزل والدنيا رافعة وزي الفل يعني. فأنت اتحرك، أنت ساكت ليه، قاعد ليه؟ اتحرك انت بقى وخليك ايجابي وتعامل انت بقى. انت راجل مسؤول عن اسرة ولازم تكفي اسرتك فانت هتعمل ايه؟ مش هتقدر تعمل حاجة لوحدك. فانا دلوقتي جاي اقول لك اعمل زينا، احنا ناس مغتربين، انا راجل مغترب. بنعمل ايه؟ عندنا مشكلة اساسية، ما هو الاكل والشرب ده مشكلة بالنسبة لنا. لو سألت اي حد مسافر هيقول لك كده. فانت احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي عشان نعدي الأزمة دي احنا قاعدين خمسة مع بعض، تقريبا 10 20 30 ألف كله. في النهاية المهم إن احنا نبقى مجموعة مشتركة. مجموعة مشتركة دي يعني الحاجة اللي هتعمل 20 بتتقسم علينا، تعمل 5 بتتقسم علينا، هتعمل 10 بتتقسم علينا. فاحنا بنشوف احنا محتاجين ايه طول الشهر. موضوع بسيط خالص، محتاجين ايه؟ لحمة، فراخ، سمك، رز، شعرية، مكرونة. محتاجين الكلام ده كله، بنشوف هيتكلف كام ونقسم الفلوس كلها علينا طول الشهر. والحمد لله بتدفع حاجات بسيطة وبتاكل وبتشرب ودنيتك زي الفل والدنيا تمام يعني. فانت ليه ما تعملش كده عندك؟ انت عندك الدنيا غالية والأسعار غالية. أنا عندي هنا كيلو اللحمة في الكويت عامل 3 دينار ونص. احسب انت الدينار بكام بقى وشوف السعر عامل ايه. فاحنا عندنا غلا وانت عندك غلا، يعني الموضوع كله متشابه. فانت ليه ما تعملش زينا يعني؟ ايه اللي ناقصك يعني؟ ما تنزل تخبط على جارك، ما فيهاش حاجة والله. خبط على جارك وقول له تعالى نروح لعمنا الكبير، اكبر حد موجود في الحي، نروح نقعد معاه ونلم بعضنا ونقعد ونشوف كل أسرة بتحتاج قد ايه، ونحسب الحاجة دي هتتكلف قد ايه وفلوس قد ايه، وتقسموها على البيوت اللي في المنطقة. عندك 20 بيت 30 بيت، كل واحد هيدفع. هتبص تلاقي نفسك جمعت قرش كويس، وانت قاعد هتتصل اي حد بتاع جملة هيديك الحاجة رخيصة. جملة طبعا معروفة أرخص من التجزئة. هتبص تلاقي نفسك جمعت حاجة رمضان وانت قاعد ومبسوط ومية مية ودنيتك زي الفل. فانت اللي كان بيساعدك السنة اللي فاتت مش هيساعدك السنة دي، مش هيقدر، مش بمزاجه يعني، ده غصب عنه، لأنه هو كمان وقع في نفس المشكلة. هو عنده عمال بتاخد فلوس وبيدفع إيجار وبيدفع ضرايب فهو مش هيقدر يساعد. فانت ما تستناش ان حد يساعدك، لان محدش هيقدر يساعد في الظروف اللي احنا فيها. الناس كلها ظروفها واقعة. فانت اتحرك، اقف انت وجارك مع بعض واعملوا حاجة، ما تستناش. رمضان خلاص يعني، انت مستني ايه؟ كل منطقة تجمع الناس اللي فيها وتقعدوا تشوفوا الدنيا فيها ايه وتحسبوها وتجيبوا الحاجة وانتوا قاعدين وتوزعوها على بعضكم وانتوا قاعدين، والدنيا زي الفل وهتمشوا وتبقى مية مية. بس ما تسكتش. المهم ان انت ما تبقاش سلبي، خليك ايجابي. وما تقولش ان
فكرة مثلا لا مش هتنفع، اصل ده يقولك مش هدفع، وده يقولك ما يا عم جرب، يا اخي جرب مش هتخسر حاجة. جرب، انزل وجرب واعمل اللي عليك قدام ربنا حتى تبقى رضيت نفسك وحاولت ان انت تعمل حاجة على الاقل. ده احنا عندنا خط بليف، خرطوم مية، خرطوم مية كنا، يعني انت شايف ان خرطوم المية تافه؟ خرطوم المية وقع جبل وخلينا رجعنا أرضا، خرطوم المية. فما تستقلش بفكرة بسيطة ممكن تخليك تعدي ويبقى بالك مرتاح ودنيتك جميلة. والله المستعان. والله أنا حبيت أبلغ الكلمتين دول، وربنا يقدم اللي فيه الخير واللي أنت شايفه في النهاية صح ليك اعمله. بس والله العظيم الفكرة دي هي أحسن فكرة وأحسن حل ممكن تعمله في الظروف اللي مصر بتمر بيها، والأزمة غلاء الأسعار والأزمة دي مش تقدر تعدي منها إلا إذا عملت كده. لازم الناس تتكاتف مع بعضها، كل حي يقف مع بعضه، والناس تشوف ايه اللي محتاجينه ويقدروا يقدموه. غير كده يبقى انت بتضحك على نفسك، انت نظرك ضعيف معلش بص تحت رجلك ومتبصش لبعيد. والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.